كلنا عارفين مثلث التعريض ومدى اهميته، لكن ايه هي الخطوه اللي قبل مثلث التعريض واللي ممكن تاثر بشكل مباشر في الشغل بتاعك؟ انا صقر فوتو انستراكتور، والنهارده هنتكلم عن الميترنج مودز. ايه هي الميترنج مودز وليه هي مهمه قوي للدرجه دي، وازاي هي اهم او ممكن بعض الناس تقول عليها اهم من مثلث التعريض؟ مثلث التعريض بيدي لك 3 عناصر: الشاتر سبيد والاي اس او والاف ستوب. طب بناء على ايه مثلث التعريض ادالك البيانات دي؟ في عندك حاجتين مهمين جدا. اول حاجه موجوده هاردوير موجوده في البورده نفسها، اللي هي جهاز قياس الضوء بناء على 18% رمادي. دي القاعده المعروفه والاساسيه في اي كاميرا موجوده دي اس ال ار، بيحاول يقيس او يوازن الاضاءه على حسب 18% رماد. ده سبب ان انت احيانا لما بتيجي تصور بالاوتو مود، تيجي تصور ورقه بيضاء تبص تلاقي الورق بقت لونها رمادي، تيجي تصور ورقه سمراء تلاقي بقت برضه لونها رمادي. ليه؟ لان الكاميرا بتحاول توازن كل الضوء على ميزان 18%. بعد الجهاز ده ما بياخد القراءه بتاعته اللي موجوده، يبتدي يبعت البيانات دي للكاميرا وتعدي على فلتر او بوابه قبل اصلا ما تطلع قدامك شاتر سبيد او فتحه العدسه او الاي اس او، اللي هي ايه؟ اللي هي الميترنج مود. فاحنا عرفنا دلوقتي ان انت اول ما بتفتح الكاميرا بتاعتك الضوء بيدخل عن طريق العدسه. لو عندك كاميرا دي اس ال ار، جزء من الضوء ده بيعدي على وحده القياس اللي موجوده على البورده او المذر بورد بتاع الكاميرا بتاعتك، وبيطلع بعدين على وضع قياس الضوء اللي هو بنسميه الميترنج مود. ثم من بعدها بعد الاعدادات دي كلها ما تتم، بيظهر قدامك البيانات الخاصه بسرعه الغالق او الشاتر سبيد، الاف ستوب او فتحه العدسه او الابتشر، والاي اس او اللي هي حساسيه السنسور. اهم 3 انواع من الميترنج مود الرئيسيين. طبعا في بعض الكاميرات ممكن يكون فيها انواع اخرى زي النيكون. بيكون عندك حاجه اسمها الميتريكس ميترنج مود او المصفوفه، بيكون عندك حاجه اسمها السنتر ويتد ميترنج مود، او بيكون عندك السبوت ميترنج مود. طب ايه الفرق ما بين الثلاثه وازاي هم مهمين قوي للدرجات دي ويفرقوا معايا في موضوع التصوير الاكسبوجر او التعريض بتاعي صحيح ازاي؟ الميتريكس ميترنج مود بكل بساطه بيقسم الشاشه بتاعتك لمربعات صغيره جدا، ويبتدي ياخد المتوسط بناء على كميه الاضاءه اللي موجوده في كل مربع من المربعات دول. عشان كده بيكون هو اكتر نوع بيتم استخدامه، واللي ممكن تلاقيه دلوقتي في الكاميرا بتاعتك لو بصيت عليها هو الوضع اللي موجود عليها الكاميرا بتاعتك. طيب لما هو الوضع ده هو الوضع الافضل في اغلب الاحوال، طب ايه اللي يخليني اطلع للحاجات الاخرى زي السنتر ويتد او زي السبوت ميترنج مود؟ الحاجات دي لو انت بتطلع كرييتيف شوتس. يعني ايه كرييتيف شوتس؟ يعني انت مثلا عندك شخص واقف في الخلفيه بتاعته في الشمس، فلو انت بتاخد الماتريكس ميترنج مود هو هيطلع لك المتوسط لكل اللي موجود، المناطق الغامقه والمناطق الفاتحه والمناطق اللي فيها الشمس، فبالتالي الصوره بتاعتك غالبا هتكون غامقه شويه او بنسميها اندر اكسبوزد. اذا الماتريكس ميترنج مود او نظام المصفوفه مش هو افضل حل في حاله ان انت بتصور شخص الخلفيه موجوده وراها فيها اضاءه كتيره جدا. ممكن ننقل بعدين لموضوع السنتر ويتد. السنتر ويتد بكل بساطه بيحسب ايه؟ بيحسب تقريبا في بعض الكاميرات حوالي 12 مللي فقط من الصوره ككله بيكونوا في الوسط. يعني لما تشغل الكاميرا بتاعتك بتلاقي نقطة الفوكس اللي في النص، نقطة الفوكس دي حواليها 12 مللي دايرة، هي دي بس اللي بيتم على أساسها التعريض أو الإكسبوجر، فتقدر إن هي تعزل كل الإضاءة اللي موجودة. بتقول الكاميرا بكل بساطة إن أنا مش محتاج كل المعلومات دي، أنا محتاج فقط الحتة اللي في النص دي بس هي اللي بناء عليها تديني التعريض الصحيح. موقف اخر، لو انت بتصور مثلا اشخاص عريس مثلا مع اصحابه كلهم لابسين بدل سمراء، الكاميرا دلوقتي شايفه كل اللون الاسود اللي موجود فيها ده، فبكل بساطه بتقوم رافعه الاكسبوجر بتاعك. وبتحصل احيانا لو انت عامل الفلاش بتاعك او السبيد لايت بتاعك على TTL، فبياخد البيانات بتاعه التعريض من الكاميرا، فلما تيجي تصور تبص تلاقي الصوره لاسعه وتقعد تقول هي الصوره لاسعه ليه؟ اللي حصل انك سايب الكاميرا على الماتريكس مود، والماتريكس مود بياخد الافريج او المتوسط لكل اللي موجود في الصوره. البدل السمراء دي الكاميرا بتحاول تعادل، فاكر القاعده اللي احنا قلنا 18% جراي، بتحاول تعادل اللون الاسود ده ل 18% جراي، فبالتالي تعمل لك اوفر اكسبوزد او تبص تلاقي الصوره بالبلدي بنقول لسعت منك لان الفلاش ضرب بزياده. طيب حلها ايه؟ السنتر ويتد مش افضل حل، هتروح على المود الاخير او النظام الاخير اللي هو السبوت ميترنج مود. انت بكل بساطه بتقول للكاميرا انا يهمني النقطه دي فقط، النقطه اللي موجوده على عين العريس، الاكسبوجر او التعريض اللي موجود على وشوش الناس هو الاكسبوجر الصحيح اللي انا عاوزه، ما يهمنيش بقيه البيانات اللي موجوده. ده هيساعدك جدا في انك تاخد في الحاله دي صوره الاكسبوجر او التعريض بتاعها
مثالي. موقف اخر، لو انت مثلا بتصور في بعض الاماكن بيكون فيها مثلا شباك او حاجه داخل فيها ضوء الشمس، انت بتصور بالنهار اللي هو ممكن يكون اصعب توقيت احنا كمصورين بتصور فيه، لكن انت عاوز تطلع بكرييتيف شوت. كرييتيف شوت دي مثلا الاكسبوجر او التعريض يكون الصحيح اللي موجود، خط الشمس او الشعاع اللي موجود على وش العريس مثلا او وش الشخص اللي انت بتصوره، لكن انا ما يهمنيش الخلفيه. لو انت على الماتريكس ميترنج مود مش هتقدر تطلع بحاجه زي كده، لان هو بيحاول يطلع الافريج المتوسط. لو انت على السنتر ويتد ممكن، بس لازم تعمل حركه اسمها الفوكس اند ريكمبوز. اعتقد اغلبنا سمع عن الحركه دي، ان انت بتطلع بالكاميرا تبتدي تعمل الفوكس وبعدين تنزل ريكمبوز، ان انت بتغير الكادر بتاعك بعد ما تاخد الاضاءه. او الافضل ان انت بكل بساطه بتغير المود بتاعك على السبوت ميترنج مود، تحط النقطه على عين الشخص اللي انت بتصوره، الكاميرا هتطلع لك الاكسبوجر او التعريض الصحيح بناء على النقطه دي فقط، وتتجاهل كل اللي موجود في الصوره. دي كانت بعض الامثله اللي بتساعدك عن طريق استخدام الميترنج مود انك تطلع بنسميها كرييتيف شوتس عن طريق فقط التغيير في اعدادات الكاميرا. كان معاكم احمد صقر، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.